أم محمد من السعودية، سؤالها حقيق بالتوجيه منكم لكل من يشابه حالها من إخوة وأخوات الكرام ممن وكلنا ذلك، يعني سبق الاقتراف للمعاصي والسيئات والآثام سواء من خلال النظر أو السماع أو غيره. التوبة ربما يصدق فيها التائب، ولكن يأتيه الشيطان يقول الله عز وجل لن يقبل منك، أنت أطلت الأمد في ذلك الذنب أو تلك المعصية، وربما يعني يحسره عن التوبة ويقنطه من قبول الله لها. ما القول؟ أولا هي ذكرت أنها كانت تنظر إلى الأفلام الخليعة، والنظر إلى الأفلام الخليعة بلية البلايا، فهو يجر إلى الوقوع في الفاحشة، لأنه يهون عليه هذا الأمر ويصبح بالنسبة له أمرا عاديا. وكما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، فعلى كل من ينظر إلى أفلام خليعة أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الاستمرار في ذلك هو استمرار في المعصية، وأنه وإن ظن في نفسه أنه يقدر على التحكم في مشاعره فإنه قد تغلبه نفسه يوما من الأيام فينزلق في مثل هذه المسارات، ومن ثم يتعذر عليه الخروج منها. فالبعد عنها هو الحصن الحصين الذي يتعين على الإنسان أن يلجأ إليه بعد لجوئه إلى ربه عز وجل. وأما ما ذكرته الأخت من أنها هل لها توبة وهي تستعظم ما حصل منها من كثرة متابعتها لهذه الأفلام الخليعة، فإن باب التوبة مفتوح، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. ومهما عظم ذنب الإنسان فإن مغفرة الله أوسع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما كان الذنب عظيما فإن الله يغفره، والله عز وجل قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنه يقول يا ابن آدم إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ولكن